النبي الذي توقف له الزمن وأثناء الحرب الشديد مع قوم أقوياء يسموا الجبارين العمالقة، أمر هذا النبي فتوقفت له الشمس ولم تتحرك، يعني أكن الزمن والساعة توقفت بالضبط. والكلام ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي صار إلى بيت المقدس. فلك أن تتخيل أن الشمس فضلت ثابتة لبعض من الوقت، وطبعا هذا بأمر من الله. مبدئيا معروف عن بني اسرائيل وقوم موسى ان هم يوم السبت مش بيكون عندهم عمل او حرب، بيكون محرم عليهم ان هم يعملوا اي حاجة. فبعد ما مات سيدنا موسى قبل ما يفتح بيت المقدس، بعدها تولى امر الجيش يوشع بن نون، فنظم الجيش ودربهم واستعدوا للحرب. بس قبل ما يتحرك قال لقومه واصحابه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها، يعني اللي عقد زواج بين امرأة وهو عايز يتجوزها ولسه هيدخل عليها، ده ما يتبعنيش، ده ما يجيش معايا الحرب. ولا اخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، يعني واحد قاعد بيبني بيت ولسه ما كملوش، ده برضه ما يجيش معاها، لان ده قلبه متعلق بالدنيا، ده ما يجيش. اي حد يعني قلبه متعلق بالدنيا ده ما يطلعش معانا الحرب. هو عايز الناس الخلص اللي هم طالعين كده للموت، يعني بمعنى صح. وبعديها اتحرك جيش يوشع بن نون، واللي كان جيشه شجعان عكس جيش سيدنا موسى، واللي كانوا جبناء ودايما ما بيطيعوش ولا بيسمعوا كلام سيدنا موسى. وقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فبعد ما قالوا الكلام ده، الله حرم عليهم بيت المقدس 40 سنة، فتاهوا في الأرض بدون بلد ولا مأوى. فبعد مدة من الزمن وبعد ما مات سيدنا موسى، بدل الله قوم موسى بقوم أفضل منهم، واللي هم قوم يوشع بن نون. وبعديها جيش يوشع بن نون توجه إلى بيت المقدس، وحاصروا أهلها 6 شهور، واللي كان اسمهم الجبارين العمالقة. وبعد مرور تقريبا 7 شهور قدروا إن هم يقتحموا أسوار الحصن ودخلوا بيت المقدس. ولكن المشكلة هم لما دخلوا بيت المقدس دخلوا وكان يوم جمعة بعد العصر، يعني المغرب كان بقيلها شوية وتغرب. ولو المغرب يعني بدأ ان هو يجي كده خلاص ما يقدروش ان هم يحاربوا، لان خلاص يعني السبت داخل عليهم. اشتد القتال بين الطرفين، وبالذات جيش يوشع بن نون، لان هم عارفين ان بعد شوية لو ما حاربوش محاربة شديدة هيتوقفوا عن القتال، وممكن ان هم يخسروا الحرب، وجيش العمالقة يقتلهم كلهم يعني عن بكرة أبيهم. وفي نص الحرب قتل 12,000 من جيش يوشع بن نون. بدأ إنهم يقاتلوا قتال شديد، بس الشمس بدأت إن هي تغرب، خلاص الغروب بدأ. وقام العمالقة بدأ إن هم يلعبوا في حتة غروب الشمس دي، وبدأ إن هم يماطلوا ويأخروا في الحرب قدر المستطاع، لأن هم عارفين لو جه يوم السبت أو الشمس غربت هما هينتصروا وجيش يوشع بن نون هيخسر. فهم استمروا في مقاتلة جيش العمالقة، بس هم عرفوا ان هم مش هيقدروا، خلاص ان الشمس هتغرب وخلاص هم مش هيقدروا ان هم يكملوا، وخلاص كان باقي اقل من ساعة والشمس تغرب. فقال يوشع بن نون: يا ايتها الشمس انني مأمور وانك مأمورة، فاللهم احبسها علي. ففي مشهد غريب، توقفت الشمس وتوقف الزمن وتوقف الساعة. فلك ان تتخيل ان هذا النبي الوحيد على مر الانبياء كلهم هو اللي توقفت ليه الشمس وتوقف ليه الزمن. وبعديها جيش يوشع بن نون قاتل قتال شرس وقوي جدا، وبعديها انتصروا وفتحوا بيت المقدس، انتصروا بنصر من الله. وبس، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتحط لايك، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن معركة احد زي ما انا وعدتكم. الفيديو بتاع بدر اللي ما شافش المعركة، فيديو طبعا قوي وحلو، روحوا شوفوه، ومع السلامة.